وبيبدأ الفيلم مع دكتور إجمان وهو موجود في كوكب الفتر، وده المكان اللي سونيك نفاه فيه، وقعد هناك 243 يوم، وكان بيخترع جهاز على نبتة كبيرة عشان يرجع الأرض، وكان بيستعمل الشوكة بتاعت سونيك، وبيبدأ يجرب يشغل الجهاز عن طريق الشوكة بتاعت سونيك، بس الجهاز بينفجر، ومن قوة الانفجار بيقدر يعمل إشعاع قوي بيدي إشارة إلى كوكب اللي كان فيه سونيك وهو صغير، وبعدها بتتفتح بوابة وبيطلع منها جنود، وأول ما بيقربوا من الشوكة اللي في إيد إجمان بيفوق وبيشغل الأفخاخ اللي كان محضرها. أنا معرفش هو كان محضرها ليه، بس مش مهم، شكله كان بيحضرها من كتر الملل اللي هو كان فيه. وبنرجع تاني وبيخلص عليهم كلهم وبيجري ناحية البوابة علشان يرجع كوكب الأرض، بس بيطلع من البوابة كائن شبه سونيك اسمه ناكلز، وبيقول له انت جبت الشوكة دي منين وتقدر توصلني لصاحبها؟ وبيتفقوا هما الاتنين انهم يساعدوا بعض. ناكلز يطلع دكتور إجمان من كوكب الفتر، ودكتور إجمان يوصل ناكلز إلى سونيك. وبعدها بنروح لمكان تاني كان بيحصل فيه مطاردة ما بين الشرطة ومجموعة من المجرمين، وكانوا سرقوا البنك، وبنشوف سونيك وهو واقف فوق المبنى وبيشوف المطاردة، وقرر ينزل علشان يقبض على المجرمين، وبيجري بسرعة، وفي أقل من ثانية بيدخل جوه العربية وبيضرب الاتنين اللي فيها وبيسوقها بنفسه، وبيكون معاهم رهينة في العربية، وبيقول لسونيك خد بالك علشان في قنابل في العربية، وسونيك بيقول له ما تقلقش القنابل دي مش شغالة واحنا في أمان. بعديها بتشتغل القنابل، وسونيك بيرمي القنابل في عربية الزبالة، بس بيسمع صوت قنبلة تانية وسونيك بيرميها في الصرف الصحي، وبيلاقي قدامه ولد بياكل ايس كريم والعربية ما فيهاش فرامل، فبينزل سونيك من العربية وبيفككها كلها في أقل من ثانية، وبتقف العربية قدام الولد بالظبط، والشرطة بيقبضوا على الحرامية بعد ما القنبلة بتنفجر في مواسير الصرف الصحي كلها. وبعدها رجع للبيت وهو بيتسحب عشان محدش يحس بيه، وبيلاقي في الدرج ريشة للبومة لونج كلو اللي كانت بتربيه، وبيبدأ يفتكرها وبيفتكر اليوم اللي ضحت بحياتها علشانه، وبيقول يا ريتك كنت عايشة وتشوفيني وانا بنقذ الناس عشان تبقي فخورة بيا. وبيروح عشان ينام، بس بتوصل مادي عشان تصحيه وتقول له انه عنده ميعاد مع توم، وراح سونيك مع توم عشان يصطاد، وسونيك بينام على نفسه وبيقع في البحر وكان بيغرق. وبكده بنعرف ان سونيك ما بيعرفش يعوم، وبيطلع توم من المية وبيقول له انت ما كنتش في اوضتك امبارح عشان دخلت عليك الاوضه ما لقيتكش في الاوضه. وقال له سونيك ان كنت بنقذ المدينه من المجرمين، وتوم وراله الجرايد وقال له انت ايه الفوضى اللي انت عملتها دي؟ قال له سونيك ان دي مش مشكله، المهم انهم قبضوا على المجرمين. وقال توم دي مش تصرفات ابطال، دي تصرفات عيال صغيره. وبيكون توم ومادي بيكونوا مسافرين هواي عشان يحضروا فرح ريتشل اخت مادي، وسونيك بيفتح بوابه عن طريق الخاتم لمدينه هواي، وبيدي سونيك لتوم خاتم عشان يقدر يرجعوا. في نفس الوقت اتفتحت بوابه تانية في مكان تاني، وبيكون ثعلب عنده ديلين وبيقدر يطير بيهم واسمه مايلز، ومعاه جهاز تتبع للبحث عن سونيك، وبيبدأ يطير ويدور على سونيك. وبنرجع لسونيك والكهرباء بتقطع في البيت، وسونيك بيبقى مرعوب، وبيلاقي كمان حد بيخبط على الباب، وسونيك بيقول انا ما بحبش افلام الرعب، وبيروح عشان يفتح بيلاقي قدامه دكتور إجمان، وسونيك بيتصدم انه قدر يهرب من كوكب الفتر. ولما حاول سونيك انه يضربه لقى ان ناكلز هو اللي قدامه وضربه بقوة، وسونيك بيحاول يضربه بس ناكلز هو اللي بيضربه تاني وبيرميه بره البيت. وسونيك بيقول له انا مش هخليك تاخد قوتي، فبيقول له ناكلز انا مش عايز قوتك، انا اقوى منك بكتير وانا عاوز منك حاجة تانية خالص. وسونيك بيشحن قوته وبيتدحرج عليه بقوة ناحيته، بس ناكلز بيقدر يوقفه بايد واحدة، وبايده التانية بيضربه وبيوقعه على الارض، وبيقول له انا ما كنتش اعرف انك ضعيف كده، وبيسأله عن المكان اللي مخبي فيه الزمرد الاعظم. وسونيك بيكون مش عارف حاجة عن اللي بيقوله، وناكلز بيقول له ان ابويا مات وعائلتي كلها ماتت بسبب حرب ما بين عائلتي وعائلة لونج كلو اللي كانت بتربي سونيك، وان سونيك هو المفتاح لحجر الزمرد الاعظم. وفجأة بيجي مايلز بعربية بوليس وبيخبط ناكلز، وبيقول لسونيك اركب، ومايلز بيعرفه بنفسه وبيقول له انا من اشد معجبينك، وقال له ان ناكلز هو اخر فرد من افراد قبيلته، وانه اخطر محارب موجود في المجرة. ووصل ناكلز فوق العربية، بس العربية وقعت من على الجبل، واخد مايلز سونيك وطاروا وقدروا يهربوا منه. وناكلز بيقع هو كمان من فوق الجبل، بس بينط وبيقدر يتعلق في الجبل. وبيوصل دكتور إجمان للمكان وبعت رسالة للمساعد بتاعه، قال له يبعت له الآلات بتاعته، وراح شغل المساعد بتاعه
الآلات وبعتها له، وايجمان بيعمل من الآلات سلم وبيطلع ناكلز عليه، وعرض عليه دكتور ايجمان انهم يتحدوا مع بعض انهم يدوروا على الزمرد وايجمان يدمر سونيك بيه. وبعد كده بنشوف سونيك ومايلز، وسونيك بيفتح الخريطة اللي اديتها له لونج كلو ولقى عليها رمز الزمرد الأعظم، وبدأ الرمز ينور وطلع منه البومة لونج كلو، وكانت رسالة سجلتها قبل ما تموت وقالت له اني قضيت حياتي كلها بحمي الزمرد الأعظم، وده لانه تقدر تحقق اي حاجة يفكر فيها صاحبها، ولو راحت لشخص شرير هتكون دي نهاية العالم كله. وبتقول له انت كبرت خلاص ولازم تستلم المهمة ديت، انه يحمي الزمرد الأعظم من الأشرار. وبيفتح الخريطة وبيبان المكان اللي لونج كلو خبت فيه الزمرد، وبيكون المكان ده سيبيريا. وفتح سونيك بوابة الى سيبيريا، ودخلوا البوابة ولقوا بيت قدامهم، وقرر سونيك انهم يستخبوا فيه لحد ما العاصفة تنتهي. وبنروح لهاواي وبنشوف توم والبت الصغيرة اللي هتقدم الدبل، فتوم بيهزر معاها وبيطلع لها الدبلة من ورا ودنها وبيديلها الدبلة الغلط، وبتبقى الدبلة دي هي الخاتم اللي سونيك اداهوله. وبيوصل سونيك ومايلز الى البيت ده، وبيبقى كافيه وبيكون كل اللي فيه مسجلين خطر، وبيروحوا يقعدوا على الترابيزة وبيطلبوا اكل، والجهاز شكله كان بيخرف، وبدل ما يطلب اكل كان بيشتم النادلة. وتوم بيبعت رسالة لسونيك وبيقول له انت فين، وسونيك بيقول له انه في البيت وقاعد بيتفرج على التلفزيون. ودكتور ايجمان كان بيراقب تليفون سونيك، وبكده دكتور ايجمان بيكون عارف مكان سونيك. وسونيك بيقول لمايلز انت عرفت مكاني منين، وبيقول له مايلز انا كنت براقبك من يوم الانفجار المغناطيسي، وبيقول له قوة الانفجار وصلت لكوكبي وانا حبيت اعرف عنك كل حاجة، وده السبب اللي خلاني انزل كوكب الارض. وبعد كده بيتجمع عليهم كل اللي موجودين في المكان عشان الجهاز مايلز شكله باظ، وشتم كل اللي موجودين في المكان وكانوا بيرميهم في النار، بس الجهاز نطق كلمة عدلة وقال ايفونكا، ومعنى الكلمة دي يعني تحدي هيعملوه، لو كسبوا هيسيبوهم ويمشوا، ولو خسروا هيرموهم في النار. والتحدي ده عبارة عن تحدي رقص، واللي بيرقص قدامهم بيبهر الكل برقصه، وسونيك ومايلز ما بيبقوش عارفين يعملوا حاجة خالص. فسونيك بياخد تليفونه وبيروح يشغل اغنيته وبيرقص عليها، ورقصهم بيعجب الكل وبيكسبوا التحدي. وبيباتوا اليوم في الكافيه وبيمشوا تاني يوم، ومايلز بيعرف يجيب احداثيات مكان الزمرد الاعظم، وبيكون المكان عبارة عن كهف وفيه باب على شكل بومة، وبيشرح له مايلز قصة الزمرد الاعظم وازاي اتكون، وقال له انهم 7 احجار في جسم واحد، وقبيلة ناكلز وقبيلة البومة لونج كلو كانوا بيحاربوا بعض، كل ده عشان الكل يستخدم قوة الزمرد الاعظم. وانتهت الحرب ديت بان قبيلة البومة قدرت تاخد الزمرد وتخبيه بعيد، وسونيك بيلاقي البوصلة اللي هتوصله الى الزمرد الاعظم. وفجأة ظهرت طيارات دكتور ايجمان ووصل ناكلز، ودكتور ايجمان بيرمي على سونيك صاروخ، وسونيك بيمسك الصاروخ ويحدفه على ناكلز، وبيطلعوا يهربوا. مايلز وبيهرب وهو طاير، وسونيك بيتزحلق على الجليد، وسونيك بسبب السرعة الخارقة بيقدر يتنطط على الطيارات وبيوجههم لبعض عشان لما يضربوا الصواريخ يضربوا بعض. وظهر ناكلز وكان بيطارد سونيك، كان هيقع من على الجبل ووقعت كل الخواتم اللي معاه، وناكلز بيكون عاوز ينتقم من سونيك بسبب قبيلته كلها اللي راحت تحارب البومة ومحدش رجع منهم، وهو فاكر ان سونيك هو السبب. وبيظهر مايلز من ورا ناكلز ورمى عليه جهاز وكتفه، وسونيك رمى البوصلة الى مايلز وقال له انه يهرب، لكن ايجمان ظهر مرة واحدة وخد البوصلة وبيطير هو وناكلز بعيد، وبيحصل انهيار جليدي. وسونيك بيتصل بتوم وبيقول له انه يستخدم الخاتم اللي اديهوله عشان يفتح له بوابة، وتوم بيكتشف انه بدل الخاتم مع الدبلة ساعة لما كان بيلعب مع البت الصغيرة، فبيروح للعريس وبيقول له عاوز الخاتم، فبيرفض، فبيضربه في وشه وبياخد الخاتم وبيفتح البوابة لسونيك، فبتعديه هو ومايلز. وبنكتشف ان العريس ده من الخبرات، وكان الجواز ده مش حقيقي، وده كان خطة من المخابرات عشان يقبضوا على سونيك، والمخابرات بتقبض على سونيك وتوم ومايلز. والبت الصغيرة بتجيب شنطة مايلز وبتديها لمادي وبيكون فيها أسلحة، وبتروح مادي وريتشل عشان يهربوا توم وسونيك ومايلز، وبتقدر تهزم الحراس بأسلحة مايلز، وقدرت تحرر توم وسونيك ومايلز. وفجأة بيسمعوا صوت انفجار في نص البحر، وبيكون دكتور ايجمان وناكلز عرفوا مكان الزمرد الأعظم، وعرف سونيك انهم وصلوا للمكان الزمرد، وقال لتوم انه هيوقفهم لوحده عشان محدش يتأذى، وشحن قوته وجرى فوق المية، والموضوع ما كانش سهل خالص. فبيوصل للمكان الزمرد، وبدأ ايجمان وناكلز يعدوا من الأفخاخ وقدروا يوصلوا الى الزمرد، والسونيك كمان كان بيعدي من الأفخاخ، بس بيكون سونيك أسرع من الأفخاخ. ودكتور ايجمان بيكون عاوز يخون ناكلز وكان هيضربه في داره،
بس سونيك بيجي من فوق وبيحصل قتال قوي جدا ما بين الاتنين، وشوية تحس ان ناكلز هو اللي هيهزم سونيك وشوية تانية تحس العكس، وهما الاتنين مشغولين في القتال. دكتور ايجمان بيروح للزمرد وسونيك بيشوفه، فسونيك بيقول لناكلز بص كده وراك، فناكلز بيقول لايجمان مش ده كان الاتفاق، وقال له ايجمان اتفاق يا ابو اتفاق، انا كنت بضحك عليك عشان اخد الزمرد. واول ما ايجمان بياخد الزمرد المبنى بيبدأ ينهار، ودكتور ايجمان بيقدر يهرب باستعمال الزمرد، وبتقع صخرة كبيرة على ناكلز وكان هيغرق، بس سونيك نزل ورفع الصخرة من عليه وانقذه. وسونيك بيكون مش بيعرف يعوم وبيكون خلاص هيموت، بس ناكلز بيساعده وبيطلعه بره المية. وناكلز بيقول لسونيك انت ساعدتني ليه، وسونيك بيقول له ان البطل عمره ما هيسيب حد يموت، وبيتحدوا هما الاتنين عشان يقضوا على دكتور ايجمان. ووقتها بيكون الجيش محاصر دكتور ايجمان وفاكر انهم كده هيقدروا يقبضوا على ايجمان، بس هو بسبب قوة الزمرد قدر يفكك الاسلحة كلها والمدرعات والطيارات ويبني بيه رجل آلي على شكله. ووصل سونيك ومايلز وناكلز بطيارة للمكان، وناكلز بينط من فوق الطيارة، وايجمان بيضرب سونيك بصاروخ بس بيتنه راكب عليه وبيرجع بيه لايجمان، لكن مفيش حاجة حصلت. وسونيك بيقول لمايلز وناكلز انا هشتتهم وانتوا ادخلوا جوه الرجل الآلي واعرفوا مكان الزمرد. وبدأ سونيك يشدد ايجمان وايجمان ركز معاه، وراح مايلز وناكلز الى ظهر الرجل الآلي، وناكلز بيضرب ايجمان وبيقدر يفصل الزمرد عنه، وبتقع بره عند سونيك. وسونيك حاول يوصل للزمرد بس سونيك كان متصاب، والراجل الآلي كان اسرع منه وكان جاي يدوس سونيك خلاص، بس في اخر لحظة بيجي توم ومادي بياخدوا سونيك بالعربية، والراجل الآلي بيضرب العربية وبيخليها تتقلب، وسونيك بيكون عاوز يستعمل الزمرد عشان ينقذ بيها نفسه واصدقائه والمدينة من دكتور ايجمان، بس بيفوت الاوان والجوهرة بتتفتت وبترجع لاصلها، والتلاتة بيستسلموا لمصيرهم. لكن فجأة اتجمعت الاحجار ودخلوا جوه سونيك، وايجمان بيدوس عليهم وبيفتكر ايجمان انه قدر يدمر سونيك، بس الرجل بتاعت الرجل الآلي بدأت تترفع، وبنلاقي سونيك بيرفع الرجل وشكله اتغير خالص وبقى لونه اصفر مشع زي الشمس، وبيخرم رجل الآلي وبيطلع لفوق وبيقطع راس الآلي، وبيحاول ايجمان يضرب سونيك بس بتكون قوة سونيك اقوى منه بكتير، وبيدمر الرجل الآلي وبيقع ايجمان، وبيروح مادي وتوم الى سونيك وبيوقفهم ناكلز وبيقول لهم ان ده مش سونيك، فبيقول لهم ان الزمرد سيطر على سونيك، وسونيك بيرفع ايده فوق وبتحصل عاصفة جامدة وبيكون بيعمل سندوتش صدق، وطلع سونيك الاحجار ورجع لطبيعته، وقدر ناكلز انه يدمج الاحجار مرة تانية، واتفقوا التلاتة انهم يبقوا حراس للزمرد من اي حد شرير، وبيعيشوا كلهم مع بعض. وبعد كده بنشوف مساعد الدكتور ايجمان وهو بيدور عند الرجل الآلي على دكتور ايجمان بس مش بيلاقيه، وبنيجي لاخر الفيلم وبنلاقي كائن رابع شبه سونيك محبوس ونايم، وبنلاقيه فاق مرة واحدة، وده بيكون شادو اللي خلاص هيبان قريب قوي في فيلم سونيك الجزء الثالث اللي هينزل يوم 26/12. وبكده نكون خلصنا الفيلم.